السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم كيكه بدانون او الياغورت كتجي هشيشه بزاف ومقادير مضبوطه. تقدروا تزينوها باللي بغيتو، فخليكم معايا للاخير. وغادي نبداو في الطريقه، وفي نفس الوقت نعطيكم المقادير. غادي نحتاجو 4 البيضات، نضيفوا ليهم قبسه ملح وكأس سكر 150 غرام، وغادي نخلطوهم. نحاولوا نخلطوهم جيدا غير بالخلاط اليدوي حتى يذوب لينا السكر مع البيض. غادي نضيفوا ليهم ياغورت 110 غرام باي نكهه بغيتو. انا استعملت غير دانون طبيعي. ونفس الكأس ديال دانون غادي نعبروا به الزيت، كأس الى ربع، 100 مليلتر. الى عبرتوا بالكأس العادي فغادي تضيفوا غير نصف كأس. غادي نخلطوهم وغادي نعبروا الدقيق 2 كؤوس ما يكونوش عامرين، 200 غرام. 2 خمارات 14 غرام. ونغربلوهم كيف كنقول لكم دائما، ضروري الدقيق نغربلوه في الكيك ولو يكون مغربل. ملي نبغيو نضيفوه كنضيفوه وحنا كنغربلوه. وغادي نخلطوا الدقيق. غادي تشوفوا معايا القوام ديال الكيك كيفاش خاصو يكون، ما خاصوش يكون عاقد بزاف. غادي نضيف كذلك ملعقه حامض، عصير الليمون او الخل اللي بغيتو. غادي نحيدو بها غير الريحه ديال البيض من الكيك، لاننا ما ضفنا حتى نكهه، اكتفينا غير بالنكهه اللي في الياغورت. صافي، وغادي نهزو يدينا الفوق ونخويو الخليط في مول اللي دهناه بالزبده. الا كان كيلصق نرشوه بالدقيق. استعملوا اي مول بغيتو بالشكل اللي بغيتو، وندخلوها للفرن على حراره 170 درجه حتى كطيب وتحمر. ونخرجوها كيف كتلاحظوا ناجحه 100%. كتجي رائعه، كتجي هشيشه بزاف وكتذوب في الفم. اما المذاق فكيجي رائع. كنتمنى تجربوها وتعجبكم، وتكتبوا لي في التعاليق كيف جاتكم، ولايك للتشجيع، وبارطاجيوها مع الاصدقاء والاحباب.